ننتقل الآن إلى البيت الأول من الباب، وهو البيت 94 في هذه المنظومة. قول إمامنا الجزري رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتا زبره لعراف روم هود كاف البقرة. نرى على اللوحة أن في سورة الزخرف قوله تعالى في الآية 32: أهم يقسمون رحمة ربك، ثم في آخر الآية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فجاءت كلمة رحمة في هذه الآية جاءت مرتين، المرة الأولى قوله رحمة ربك، والثانية ورحمة ربك. لاحظوا بأن كلا الموضعين قد رسم بالتاء المبسوطة. فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف نقول: أهم يقسمون رحمة، وعلى الثانية نقول ورحمة. هكذا نقف اضطرارا أو اختبارا بالتاء المبسوطة. ونرى على اللوحة زبره يعني كتبه، يعني زبر يزبر، كتب يكتب. ومنه الزبور، الله عز وجل أنزل كتابا اسمه الزبور على سيدنا داود. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. إذن ومنه الزبور يعني الكتاب، معنى الزبور يعني الكتاب، أي الكتاب. والضمير المستتر في زبره لما قال ورحمة الزخرف بالتاء زبره يعني كتبه، يعود إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا الوحي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره وإقراره. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالشطرة الأولى من البيت. ننتقل إلى الشطرة الثانية. قوله رحمه الله: لعرافي. طبعا لعرافي أيها الإخوة أصلها الأعراف. الآية 56 قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول: إن رحمة بالتاء المبسوطة. ثم قال رحمه الله: روم الآية 50، وهي قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله، أرأيتم كيف هي مبسوطة؟ كتبت بالتاء المبسوطة. فلو وقفنا مضطرين أو مختبرين نقول: إلى آثار رحمة. كذلك في هود، وهي الآية 73، قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله، أرأيتم كيف هي مبسوطة؟ فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا: رحمة. ثم قال رحمه الله: كاف. طبعا كاف إشارة إلى مطلع سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. فقال كاف رحمه الله إشارة إلى سورة مريم، والمقصود من سورة مريم الآية الثانية منها، وهي قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا هكذا: ذكر رحمة بالتاء المبسوطة. ثم قال رحمه الله: البقرة. المقصود بها الآية 18 بعد 200، قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. أرأيتم كيف أنها مضافة إلى اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة، وأنها كتبت بالتاء المبسوطة. فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف عليها نقول:
أولئك يرجون رحمة. إذا صار عندنا الزخرف فيها موضعان: الأعراف، الروم، هود، كاف، البقرة. 7 مواضع، 7 مواضع، موضعان في الزخرف وموضع في كل من الأعراف والروم وهود ومريم والبقرة. 7 مواضع كتبت رحمة بالتاء المبسوطة.